الجو حر ونفسك في تحلية ترطب عليكي في الحر ده، وعايزة أقولك كل طبقة وطبقة طعمها يوديكي كده في حتة تانية. عندنا بقى باكوين من البسكوت السادة، ربع كوباية من اللبن أو الحليب، وانزلي بقى بالبسكويت في اللبن كده ما تكمليش ثواني، واعملي طبقة حلوة كده ما تكونش فيها أي نوع من الفراغات. استخدمت هنا كاستر تاج الملوك، 3 كوبايات من الحليب، عليهم معلقتين من الكاستر، معلقة صغيرة من الفانيليا، معلقتين من السكر، والسكر هنا حسب الرغبة. قلبيهم على نار هادية لحد ما توصلي للقوام ده. هننزل بقى بطبقة الكاستر على البسكوت بالشكل ده، واسويها كده وادخلها التلاجة لمدة ربع ساعة بالظبط. عندنا بقى منجاية او اي نوع فاكهة انتي حباه، جبت المانجا كده وقطعتها مكعبات كده بالشكل ده، خلصيها وقطعيها هتديكي طعم خطير. هننزل بقى بمكعبات المانجا دي على الكاستر، وهنعمل الطبقة الأخيرة. عندنا باكوين من الجيلي، نزلت عليهم كوبايتين مية سخنة، عليهم نص كوباية مية ساقعة ودوبيهم كويس، وانزلي بقى بالطبقة دي على الطبقات اللي احنا عملناها. مش عايزة أقولك بقى ميكس الطبقات يجنن قد ايه. دخليها التلاجة لمدة ساعة وطلعيها، واستمتعي بقى بالطبقات وجمالها. جربوها، ولو عجبك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا.